الموضوع سهل وبسيط يا عم، بس هم اللي معقدينها. ازاي بقى تحل مشاكل مصر ازاي؟ اكتوبر المتخلف اللي ابو 60 مليون جنيه ده حرام ولا حلال؟ الموقف لو اتنقل بره هنا اهوت اقسم بالله السون ده اهو هيبقى محط عليا كانك البابا الاولى والثانيه، ملوش اي لازمه. كنا صرفنا الفلوس هنا اهو ولا عملنا المستعمره ديت مساكن للشباب اللي مش لاقيين ياكلوا ولا يشربوا. حل بص، وهخلي الشباب يدفعهم ومش هكلف الحكومه جنيه. امسك بس المصلحه ده اقسم بالله ما هخليكم تدفعوا جنيه. محمد رسول الله. رايح الشون بندر بنزون يا ابو يا جدع، اقسم بالله مكلف مصر حاجه عندنا في مبارك من ورا ارض بتاع مطار. ايوه يا حاج تعالى بس بسرعه عشان نبقى نصور بس. عندنا ارض ورا فاضيه اهي هو يمه مبارك يمه ابو علي كده، والله العظيم تتعمل مساكن مخليكم تدفعوا مليين. هجيب الناس اللي ماشيه هناك ده. المشاكل بتواجه السواقين ايه؟ المشاكل بتواجه كسواق اي حاجه. الناس المشاكل اللي بتواجه السواقين الناس من ازاي يعني؟ عشان الناس ما بتفهمش. تعالى يا ابني الشون بندر الشون بنز اهو يحللك. بصي مرور المحله كله دي ادي مشكله المرور خلصت والمساكن تخلص في ثواني. ديت ما تاخدش اكتر من 1000 شاب ولا 2000 شاب. ده المستعمره. ايوه كنت صورت انت بقى المستعمره قبل كده. والله العظيم هتقول لي بتاع الشركه. طب ما هو مشروع حلو للشركه. تعال الشون تعال الشون بتعمل لي مشروع خرائط السويس والبلد مش لاقيه تاكل ولا لاقيه كهرباء. ازاي يعني؟ لما تاكل الناس الاول وظبط العمل الاول وبعدين نشوف المشروع ده. لا هو الكهرباء يا اختي، هي الكهرباء اللي عامله الحل ده كله. هي الكهرباء اللي عامله موضوع الميه وهي اللي عامله كل حاجه. خلص موضوع الكهرباء الاول وبعدين يبقى شوف قناه السويس ولا هي مصالح مع بعضها يعني. هي كلها مصالح في بعض اهو. ويقول لك اخوان وزفت يلعن ابوهم كلهم. اللي ما يدورش على حال الشعب المصري يبقى كله اخوان. يلا اللي ما يدورش على حال الشعب المصري يبقى كلهم خونه. اللي ما يفكرش في الغلبان اللي قاعد في بيته مش لاقي ياكل. انا راكب معايا واحد امبارح تعبان وبتوع التامين بيطلعوا ميتين ابوه. يقول لي بتوع التامينات مطلعين ميتين ابويا، ولو جمعيه من اللي هي الجمعيات الخيريه دي ادته جنيه بيخصموا منه قصاده 10. طب يرضي ربنا؟ انت تقعد يا ابني جنب